سنة 1965 الرئيس الفرنسي شارل ديغول طلع في مؤتمر صحفي في باريس وهاجم فيه الولايات المتحدة والدولار، وقال للصحفيين إن دول كتير في العالم بتعامل الدولار زيه زي الذهب، وده اللي بيخلي أمريكا مسنودة، وبمعنى أصح بتستلف من العالم كله ببلاش. بعد كلامه وخطابه ده الفرنسيين بدأوا يحولوا الاحتياطات بتاعتهم لذهب، وفي الوقت ده كانت قاعدة الذهب بتضمن تحويل الدولار لذهب لسه شغال. كمان الأوروبيين ما كانوش واثقين في الدولار برضه، وكانوا متضايقين من الأمريكان اللي كانوا شايفين إن هما بيضحكوا عليهم وعلى العالم كله بالدولار. ومن هنا الصراع بدأ بقى بين فرنسا وأمريكا، والصراع ده كان سبب من أسباب انهيار مجمع لندن للذهب. مشاكل كتير بين الفرنسيين والأمريكان بخصوص الدولار والذهب. فتعالى كده ندردش مع بعض سوا في المراية. احنا مش بنعكس الكواليس بس، لكن بنتعمق في الحدث وبنقول الأبعاد من كل الاتجاهات. تابعنا للنهاية عشان تشوف معايا أنا محمد فرج كل حاجة صح في المراية. في البداية كان في قصة للراجل الفرنسي ومراته. إيه هي؟ في يناير 1968 صحيفة انترناشونال أمريكا نشرت قصة صحفية بعنوان رجل فرنسي يبيع ذهبه لمساعدة أمريكا. تفاصيل القصة دي عبارة عن إن في مواطن فرنسي راح لواحد من فروع بنك ناشونال سيتي اللي في نيويورك، وباع للبنك سبيكة من الذهب كان بيمتلكها، واشترى بدلها سندات أمريكية. هتقولي إزاي؟ هقول لك الفرنسيين كانوا شايفين إن هم في الوقت ده يقدروا يشتروا ذهب أأمن من الدولار الأمريكي. هقول لك ده كان تفكير الراجل الفرنسي، وما كانش شايف زي بقية الفرنسيين، لأ ده كان شايف إن السندات أحسن من الذهب. والمهم الراجل ومراته فكروا في الفكرة دي لما شاف في الصحف إن فرنسا بتشتري الذهب بكمية كبيرة عشان تضعف الدولار، وقال إن هم بيعارضوا قرارات الرئيس واللي طلع بيها في الوقت الحالي. طبعا القصة دي استحالة تتاخد بمنظور عادي، لكن دي وراها حكايات كتيرة وأبرزها الحرب الادعائية بين فرنسا وأمريكا والغرض منها. طب ليه فرنسا كانت متضايقة شوية من الدولار الأمريكي؟ فرنسا اقترحت خطة بخصوص العلاقات الدولية النقدية. الخطة دي كانت بتخص شكل النظام النقدي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، لكن المفاجأة إن حلفاء فرنسا في الحرب داسوا على الخطة بشكل كامل واعتبروها إن هي مش موجودة أصلا، وأمريكا وبريطانيا قدموا خطة قصادها، وكان النقاش قايم على الخطة اللي هم قدموها، وساعتها وقعوا على الاتفاقية دي. كانت بتعتبر حل وسط بين الخطة الأمريكية والبريطانية، وكأن فرنسا ملهاش وجود. الخطة دي كانت سبب في ترتيب لحاجات كتير قوي، واللي كان من أهمها اللي اتعرف بقاعدة الذهب. ودي يا ريس عبارة عن قاعدة بتربط بين الدولار الأمريكي والذهب، وبتحدد ليه سعره ثابت بالشكل ده. أمريكا خلت الذهب بيوافق للدولار، يعني من الآخر الاتنين واحد. معاك ذهب سهل تبدله بدولار والعكس صحيح، وده كان ليه نتائجه وآثاره اللي كانت من أهمها إن القرار ده شجع دول كتير تانية حوالين العالم إن هم ما يحوشوش فلوسهم في ذهب، لأ ده يحتفظوا بفلوسهم في دولار. ممكن إن هم يحولوه لذهب تاني عادي في أي وقت، يعني أي بنك مركزي معاه دولار ممكن إنك تغيره لذهب عادي في أي وقت، وده اللي الولايات المتحدة ألزمت نفسها بيه في الاتفاقية. نيجي نبص لقلق الفرنسيين جاي منين وليه. القرار ده ما كانش مطمن فرنسا، وبدأ القلق يزيد على مستقبل الدولار، وده عشان بيعتبر جزء كبير جدا من احتياطاتهم الأجنبية. وقتها فرنسا ما قدرتش تقعد مكتوفة الأيدي، وعملت دراسة وقتها عشان تفحص فيها وضع الدولار وكان عامل ازاي. وصلوا من الدراسة دي إن أمريكا كان حالها الاقتصادي أفضل من بريطانيا في الوقت ده، وإن أمريكا كانت بتغطي احتياجاتها الخارجية بنسبة 90%، أما بريطانيا فكانت بتغطي يا دوبك 21% بس في نفس الوقت. فكان الجنيه الاسترليني مش عارفين مصيره رايح على فين. اتوقعوا ان ممكن الدولار يتم تسعيره قدام الذهب، لكن مش هيكون بسعر عالي وكبير زي الجنيه الاسترليني، وده بسبب اتفاقية صندوق النقد الدولي ساعتها. اللي زود من قلقهم كمان هو ان وزير الخزانة الفرنسية طلع وقال ان امريكا مش هتكون قادرة على ان هي تدافع عن احتياطاتها من الذهب على المدى المتوسط، وده كان لأسباب كتيرة، وهي ان الموال الاقتصادي مش في احسن حالاته، والاسباب الاتفاقيات العسكرية في الخارج. طب هتقولي ازاي امريكا كانت واقفة على رجليها عادي؟ رئيس الخزانة قال ان اللي مخلي امريكا واقفة على رجليها ومش بتواجه الازمة بالشكل المتوقع هو ان البنوك المركزية الاوروبية واللي بتمتلك النسبة الكبيرة في الالتزامات الخارجية على الحكومة الامريكية متعاونة مع الولايات المتحدة، لكن التعاون ده مش هيحل مشكلة الدولار برضه، والموضوع عبارة عن مسألة وقت، وده بسبب تنافي عجز المدفوعات الامريكية. موقف الفرنسيين من شكوكهم حوالين الدولار.
مع مرور الوقت زاد شكوك الفرنسيين حوالين مستقبل الدولار بشكل أكبر، وده كان عامل لهم حالة من الخوف والرعب حوالين المستقبل وعلى سلامة احتياطاتهم الدولارية، وإنهم وارد جدا في أي لحظة يخسروا احتياطاتهم دي. وعشان كده المرة دي ترجموا الشكوك لأفعال، وقالوا اللي لازم يشوفوا حل في المشكلة دي. فقام رئيس فرنسا بعت رسالة للرئيس الأمريكي وقال له الدولار حالته مش مستقرة، واحنا من الآخر مش مطمنين ليه في المستقبل، وبما إنه مش مضمون احنا لازم نفكر في وضعنا، وهو إننا هل هنعرف نستمر في إننا نخلي جزء من احتياطاتنا في صورة دولار زي الأول ولا لأ. وفي آخر الاتفاق الفرنسيين قرروا يقللوا من احتياطاتهم للدولار، وده عن طريق إن هم يستخدموا الدولار اللي معاهم في دفع الديون الدولارية اللي عليهم. مش بس كده، ده كمان هيسدوا ديونهم قبل ميعادها، وكانت الطريقة دي هي الوحيدة اللي خلتهم يقدروا يتخلصوا من جزء كبير جدا من الدولارات اللي معاهم. وقالوا إنهم مش هيخلوا دولارات جديدة تدخل لهم، خصوصا إن الدولار الأمريكي ما كانش بيدخل لهم برضاهم أصلا، بالعكس ده كان بيخش لهم غصب عنهم من مصادر كتيرة ومختلفة. ولحد النهاردة كانوا محترمين القرار والاتفاق بينهم وبين أمريكا، واللي كانت محددة دول معينة مش هتعرف تبدل احتياطاتها من الدولار بالذهب، واللي كان من ضمنها فرنسا. لكن في سنة من السنين حصلت أزمة قلبت الاتفاق رأسا على عقب، وخلت فرنسا تاخد موقف معادي من أمريكا. طب إيه هي أزمة بريطانيا ساعتها؟ بريطانيا وقعت في أزمة كبيرة هددت عملتها، وفي الوقت ده طلبت من أمريكا إنها تساعدها. لكن طبعا من المتوقع فرنسا كانت من أول الناس اللي اعترضت على المساعدة دي، وقالوا اشمعنى؟ لأن لما فرنسا وقعت في أزمة قبل كده وطلبت من أمريكا تساعدها فرضوا عليها قوانين صارمة جدا، لكن أمريكا قررت إنها تساعد بريطانيا لأسباب المصلحة، وده عشان هي خافت من إن لو انهارت العملة الاسترلينية ما تنهارش لوحدها وتاخد الدولار معاها في سلم الانهيار. وعشان كده ما اهتمتش الموقف فرنسا، ويا ريتها ما اهتمتش لمعارضتها بس، لا ده كمان أجبرت فرنسا إن هي تشارك في الأزمة دي معاهم، وإنهم يدفعوا 200 مليون دولار عشان يساعدوا في حلها. طبعا يا سيدي فرنسا وافقت على الكلام ده، لكن كالعادة مش برضاها، كانت مجبرة من أمريكا بس. ومن ساعتها بقى وقررت إن هي هتقلل جدا من احتياطها الدولاري وهتحتفظ بذهبها الموجود في الخارج. كمان ما وقفتش عند قرارها ده بس، لا رئيس الدولة ورئيس وزرائها قرروا إن هم يحموا احتياطات فرنسا من النقد الأجنبي، ونص قرارهم على إن الزيادات الشهرية مش هترجع لهم في صورة زيادة دولارية، لا هم طلبوا إن المدفوعات اللي هتدخل هتتحول لذهب. ورئيس وزراء فرنسا قال إنهم هيحولوا كل الاحتياطات الدولارية لذهب عشان تكون مستقلة عن أمريكا بشكل كبير. وكان الرئيس في الوقت ده شايف إن أمريكا بتستغل العالم وبتهيمن على الدول، مستغلة سلطتها الدولارية على نظام النقد العالمي. بدأ الفرنسيين إن هم يبعتوا يجيبوا الذهب بتاعهم من الخارج بعد هجوم أمريكا على قراراتهم، واللي كانت بتسخن العالم عليهم، فكانوا خايفين إنه يتم الغدر بيهم وما يعرفوش ياخدوا معاها لا حق ولا باطل. طب إيه هو الوضع دلوقتي؟ موقف الفرنسيين ما اتغيرش كتير عن زمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إنه من المفترض على أوروبا إن هي تقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج الحدود الإقليمية، وأكد كمان نظريته حوالين الحكم الذاتي الاستراتيجي لأوروبا، واللي من المفروض إن فرنسا هتقودها وعشان تبقى قوة عظمى ثالثة، وده بحسب تعبير. مشاكل الاقتصاد ما بتخلص وقصصها كتيرة، الحروب بين الدول لسه قايمة من التسعينات وقبل كده كمان ولحد دلوقتي، بس الذكي اللي يخرج من الحروب دي بأقل الخسائر الممكنة. ولحد هنا احنا كده خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيك في موضوع النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. فريق عمل المراية يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفونا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. السلام عليكم ونشوفكم على خير.